بروفايلو أو إبر النضارة بعد ما حطيت قدامكم كل الكريمات. بالنسبة إلي الكريمات لوحدها مو كافية، وفي إبر الحقن اللي اسمها بروفايلو اللي بتعمل ترميم كامل للبشرة. لبنا نحن الستات كتير بنحب نهتم ببشرتنا، بالأخص مع تقدم العمر بيطلع عنا تجاعيد، تصبغات، هذا غير إنه البشرة بتتعب وبتفقد النضارة والحيوية. فهاي الإبرة بتساعد على كل هالأمور. هالإبرة قد ما أنا مفيدة مسمينها إبرة المشاهير، لأني عن جد فوائدها كتير 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 كبيرة. غنية بحمض الهيالورونيك أسيد، تساعد على إنتاج الكولاجين والإلاستين بشكل طبيعي بالبشرة. بشكل عام عم تحارب علامات الشيخوخة اللي هي من تجاعيد، تصبغات، عدم نضارة. فالإبرة هاي مفيدة لكل هالأمور. طبعا أول شيء بيعطونا بالعيادة ورقة فيها معلومات عامة عن الإبرة هاي، وطبعا فيها كذا سؤال وبدنا نوقع على الورقة، وطبعا توقيعنا على بياض. ما قريت كل شيء، وطبعا أنا كنت قارية أصلا وبعرف هالإبرة وأخذتها قبل. هي إبر البروفايل، وكتير مهم إذا رحتوا على العيادة يفتحوا الكرتون قدامكم. فالطبيب فتح الكرتونة قدامي، الكرتونة فيها إبرتين، كل إبرة فيها 1 ملي. بالجلسة بتنضرب الإبرتين، يعني 2 ملي بجلسة واحدة. مثلا أنا اخترت هالعيادة مشان ساوي فيها علاج البروفايلو. البروفايلو لازم جلستين، بين الجلسة والجلسة 4 أسابيع، وبكل جلسة كرتونة من هاي الإبر يعني. والكرتونة فيها 2 ملي، يعني توتال الإبر أو التوتال المادة اللي لازم تنحقن بوشكم 4 ملي، بكل جلسة 2 ملي. يعني ما تنغشوا تروحوا على شي عيادة ويعملوا لكم الحقن مثلا نص ملي ويعطوكم ربع السعر، فتنغروا بالسعر وتنسوا انه انتم انغدرتوا وما اخذتوا الكميه الكافيه لبشرتكم. هذا غير انه الكرتون اذا ما انفتح قدامكم معناته الموضوع فيه غش 100%. وانا صارت معي مره باحد العيادات بتركيا. فانتبهوا كتير لهذا الموضوع لان جدا جدا مهم. ما تنتبهوا بس على السعر، انتبهوا على الكميه وعلى المارك. لان قلت لكم هي جلستين، بين الجلسه والجلسه 4 أسابيع. هاي اول جلسه عم ساويها. وانا برأيي الخاص طبعا كل وحدة حرة بنفسها. بنعرف في شيء اسمه فيلر وبوتوكس، هن أسهل أكيد بالعلاج أو تجميل البشرة، لكن رأيي الخاص صحة البشرة أهم من التجميل. يعني أنا مع التجميل، لكن الترميم وليس التغيير. حتى لو إنه الوحدة بتعمل فيلر أو بوتوكس تحاول إنه ترمم وما تغير. مهتمة بكريم مخدر قبل الحقن تروح قبل نص ساعة على العيادة. من زمان كتير بحب الاهتمام بالبشرة والتجميل، لكن اللي زاد استمراريتي مع هالإبرة بعد ما شفت نتيجة مع وش أصالة نصري. عن جد عم يصدقوا وما عم يكذبوا لما كل فترة بيسموا اسم حلو لهي الإبرة. فترة اسمها إبرة الكريستال، وفترة اسمها بروفايلو، وفترة اسمها الميزوترابي. بس كلهم إبرة واحدة، هي مجموعة فيتامينات بيحقنوا بالبشرة بيساعدوا على النضارة وإنتاج الكولاجين. للي بيخافوا من الحقن الوخزات جدا بسيطة، بيطالع بأماكن أحيانا دم أو بصير انتفاخ بمحل الحقن، لكن بعد نص ساعة عن جد بيروح كل شيء وبيختفي. وإذا بتسألوا ليش بتحمل الحقن وكيف بتحمل، لأني عن جد لو أخذنا الكريمات اللي حكيت لكم عنهم، السيرومات اللي بتيجي على البشرة من الخارج، لو أخذناهم يمكن 5 سنين 6 سنين ما يعادلوا جلسة من هاي. فأنا اللي إمكانيات المادية بتساعدها، واللي بتحب هالأمور والاهتمام بالبشرة وبصحة البشرة عملية وما رح تندمي. رح تشوفي نضارة وشك ورح تصغري أكتر من عمرك بكتير. أهم شيء قبل ما أنسى لكل الصبايا اللي رح يروحوا على نفس العيادة، المرة ما عملت مثل عملية شد البطن، سألت الدكتور بنفس الجلسة إذا في خصم للناس اللي بتروح عن طريق صفحتي، فعطى 10%. فهون خلصت العلاج البروفايلو. بعد ما خلصت عشت طبيعي، رحت مشيت بالسوق، حتى رحت على المحل الشرقي كان لازمنا كذا غرض جبتون على البيت. يعني اللي عنده دوام ممكن ترجع على دوامه وتكمل يوم عادي، لكن بدك تنتبهي لأمور مثل يمنع تحطي المكياج لمدة 24 ساعة، وطبعا ما مسموح تعملي حمام سخن أو تعملي أكل يكون فيه بخار على بشرتك لمدة 24 ساعة، رح تنتبهي كتير. وطبعا ما تشتغلي وتعزلي وتعملي رياضة قاسية لمدة 48 ساعة. بتمنى لكم التوفيق، تمنوا لي السعادة، نهاركم سعيد، باي باي.